أهلا بيكم. يا ترى الوقت بيروح فين؟ واليوم بيعدي كده بسرعة من غير ما نحس إن إحنا عملنا حاجة. أهلا بيكم، أنا مومة ودي قناتي التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننظم وقتنا. تمام؟ الوقت يا حبايبي لما بيعدي ما بيرجعش، والذكي هو اللي بيعرف إزاي يسيطر عليه بحكمة قبل ما هو يسيطر عليه. تعالوا النهاردة نتعلم نعمل جدول علشان أنظم وقتي. تنساش الشير والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. شارك أصحابك الفيديو عشان المعلومة تعم على الكل. يلا بينا نتعلم ازاي نعمل جدول لتنظيم الوقت. اتفضل. وقتك كنزك، نظمه تنجح. أول حاجة علشان أنظم الوقت أبدأ اليوم بتحديد المهام من حيث الأهمية. أتجنب تأجيل العمل حتى لا يتراكم. أخصص وقت محدد لكل نشاط. كمان أحرص على إنهاء المهمة قبل الانتقال لأخرى. تمام؟ مين فينا هيعمل كده؟ يلا نبدأ نعمل كده وإحنا داخلين على أجازة نصف العام. تذكر دائما إن تنظيم الوقت هو أساس النجاح في الحياة. يبقى أساس النجاح فين يا حبايبي؟ اللي عارف يرفع إيديه. أساس النجاح في تنظيم الوقت. ممتاز. اوعى تنسى نظم وقتك تعلى بيه، خطوة خطوة توصل ليه. وقت غالي ما يضيعش، نظمه صح ما تهونش. أعمل واجبي وألعب كمان. ودي كانت معلومة معمومة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.